يعني العدالة في كتير من القضايا لا تزال في لبنان عالقة، والسبب في ذلك واضح. السبب سياسي بالدرجة الأولى، وطبعا أيضا في بعض تخاذل القضاء أو بعض القضاء، وعدم جدية السلطة التي مطلوب منها أن تلاحق هذه القضايا. ومثل ما بيقولوا اللي جرب يكون عقله مخرب. أنا جربت المحكمة الدولية بعد محاولة اغتيالي واغتيال رئيس الشهيد رفيق الحريري وكل رفاقنا، شفنا وين وصلنا. لما القضاء اللبناني ما بيكون هو جدي، القضاء الدولي يعني بيحاول يشد، بس ما حدا هون بيطبق قراراته. شوفي، نحن كلقاء ديمقراطي في البرلمان كحزب تقدم اشتراكي واكبنا هالقضية منذ البداية. أنا استقلت ليلة انفجار المرفأ من المجلس النيابي، وزميلي فيصل صايغ استقال من المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لأنه شاف عدم جدية هذا المسار. فنحن رح نضلنا ملاحقين، وهذه قضية ما بتهم بس ال 235 شهيد وأهاليهم، بتهم 5 ملايين لبناني.